شخص اختفى من 40 سنة ولسه لغاية دلوقتي محدش يعرف عنه أي حاجة. في ناس بتفتكر إن الفضول مجرد صفة عادية، لكن في فضول ممكن يفتح عليك باب عمرك ما تعرف تقفله. تقريبا من 40 سنة شخص كان متعمق جدا في قصص الجن، وتعمقه ده وداه لحتة مش لذيذة خالص، وهو إن بدأ يقرأ في كتب الجن. وأول حاجة بدأ بيها كتاب اسمه عالم الآفاق. كان بيقعد يقرأ كتير جدا ويتعمق كتير. أهله كانوا بيقعدوا يحذروه ويقولوا له إن ده غلط. طبعا كل التحذيرات دي جت بلا فايدة، وهو عمل اللي في دماغه. بدأ يقرأ يوم في التاني في التالت لغاية ما بدأوا يسمعوا أصوات غريبة بتطلع من أوضته. ده غير الحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل في الشقة واللي ما كانش لها تفسير. وهو فضوله جابه إن هو يعمل حاجات للناس هو يعرفها من غير ما يكرههم ولا حاجة، مجرد إنه عايز يجرب. تقريبا كل الناس اللي حواليه بدأت تتأذي. ده غير الحاجات اللي كانت بتحصل في البيت والحرائق اللي كانت بتقوم مرة واحدة من غير أي تفسير. وطبعا الخيالات اللي كان أهل البيت بيشوفوها، والرعب اللي كان كل اللي حواليه بيشوفوه، لغاية ما يجي يوم والجن يقرر ينتقم منه، وده عن طريق إنه عارف إن هو أضعف منه. وفي يوم من الأيام دخل أوضته وقفل على نفسه كالعادة. وهنا بدأ يسمع صوته العالي وهو بيقرأ الحاجات من الكتاب. بس المرعب إن المرة دي ما كانش صوته بس اللي طالع، كان في أصوات تانية مش مفهومة طالعة من الأوضة. ده غير الجري والدب اللي كان في الأوضة، اللي تحس إن في أكتر من 10 أشخاص معاه. وبدأ الصوت يزيد ويزيد لغاية ومرة واحدة الصوت اختفى تماما. وهنا بدأوا أهله يقلقوا إن مرة واحدة الصوت وقف، وخبطوا عليه. مفيش حد بيرد. بيحاولوا يفتحوا الباب، بس كان عادته إن كان بيقفل الباب وراه بالمفتاح. وقرروا إنهم هيقعدوا تقريبا نص ساعة، ولو مخرجش هيكسروا الباب. وفعلا عدت النص ساعة، كسروا الباب. والمرعب إن لقوا الأوضة فاضية تماما، ما فيهاش ولا حاجة غير الكتاب اللي كان بيقرأ فيه، وكتب زي دي كتير وكلها شكلها قديم ومرعب. ده غير الشموع والرسومات الغريبة اللي كانت مرسومة على الأرض والحيطان، وحاجات تانية مرعبة. الشخص ده راح فين واختفى ازاي محدش لغاية دلوقتي يعرف. ما خرجش من الأوضة، والباب كان مقفول من جوه بالمفتاح، وهم ساكنين في الدور الرابع، يعني مفيش أمل حتى إنه يخرج من الشباك. ولغاية دلوقتي محدش يعرف عنه أي حاجة. بس اللي اتقال لهم من شيخ من الشيوخ إن هو ممكن قرأ حاجة وحضر جن وكان أقوى منه، وهو ما كانش عنده الخبرة الكافية، وكان بيجرب في الجن. فالجن استغل إنه خايف منه وما كانش يعرف يتصرف، فالجن اتصرف هو. دي تذكرة إن في أبواب لما بنفتحها بإيدينا ممكن ما تتقفلش تاني، والفضول ممكن يكلفنا حياتنا. وفي حاجات ربنا نهانا عنها الحكمة. احموا نفسكم وبلاش تدخلوا طرق مش ضامنين نهايتها. لسه ما خلصتش. ودي كانت حكايتنا الليلة من سلسلة خرافات ورا الحكايات. لو عجبتكم الحكاية ادعمونا باللايك والاشتراك في القناة، وفعلوا الجرس علشان ما تفوتوش الخرافة الجاي اللي يمكن تكون عن بيتك وانت مش واخد بالك.